بسم الاب والابن والروح القدس الى واحد امين. اهلا بحضراتكم في قناه البابا كيرلس وتماف ايرين. ظهور رئيس الملائكه الجليل ميخائيل لسيده مسلمه اللي من بعد كده اتعمدت وصارت مسيحي. يا ترى ظهر لها ليه وايه العلبه اللي اداها لي وكان فيها ايه بالظبط؟ وكالعاده قبل ما ادخل بحضراتكم على موضوع الفيديو رجاء محبي اكتبوا طلبات الصلاه على المنتدى وتحت الفيديو. يستجيب الكل طلباتكم امين. اوعوا تيأسوا، ربما بينك ما بين معجزتك خطوه واحده بس. وما تنسوش احبائي لايك على الفيديو، شيروا على اوسع نطاق، خد بركه كل الناس اللي هتسمع بسببك. ولو لسه ما تسمعني لاول مره على قناه البابا كيرلس وتماف ايرين اشترك، فعل الجرس على الكل ليصلك المزيد من الفيديوهات الروحيه والاجتماعيه وفيديوهات الاخبار. بدايه القصه ما كانتش عند السيده المسلمه، ولكنها كانت عند سيده مسيحيه بنت ربنا بجد، بنت المسيح المباركه القديسه اللي اتجوزت وخلفت توأم اولاد. ربنا اكرمها بيهم، ولكن اداها بركه فيهم، ابن طبيعي وابن غلبان شوي عنده متلازمه داون. وتاتي الرياح بما تشتهي السفن، اذ انه ابوهم بمجرد ما اتولدوا العيال مني هو توفى مني. وترملت بنت المسيح وهي لسه في عز شبابي، ولا فكرتش ابدا انها تتجوز تاني او تبدا حياتها من جديد لانها صغيره قوي في السن. لكن هي كرست كل حياتي لاولادي، وخصوصا الابن اللي معاها اللي تعبان. بالاضافه لاولادي كانت دايما دائمه الرحمه، وكان ربنا محبيه بقلب حنين على الغلابه والفقراء والمساكين، وكان شفيعي هو الملاك ميخائيل رئيس الملائكه الجليل. زوجها لما فاتها مستوره مش محتاجه لاي حد، معاها بيتها الملك ومعاها اللي يقضيها عشان تربيه اولادها. وكانت مسكنه في بيتي جاره ليها مسلمه كانت ساكنه تحتيه، كانت بمثابه اخت ليه، كانت دايما ما تعزش عنها اي حاجه مهما كانت تقريبا ممكن تقسم اللقمه معاها. السيده دي ما كانتش متزوجه اصلا، ولا كان لها اولاد ولا قرايب ولا لها اي حد الا جارتها المسيحيه لما تحبي من عمق القلب. تقاربهم في السن خلاهم قريبين من بعض، وخلاهم ونس، وخلاهم سند لبعض. بنت المسيح القديسه كانت تعشق رئيس الملائكه الجليل ميخائيل، وكانت تعمل له تذكار شهري وتحتفل بعيده، وكمان كانت تخبز له فطير الملاك. وكل ما كانت تخبز فطير الملاك تجري على جارتها اللي تحتها المسلم وتديها كم فطيره وتقول لي كل سنه وانت طيبه. وكانت حاطه جوا اوضه نومها صوره كبيره قوي لرئيس الملائكه الجليل ميخائيل. والست احتضنت ولادها وربتهم احسن تربيه، وطبعا الولد السليم اتعلم عادي، لكنها اهتمت اكتر بالولد البركه اللي عنده. واما وصل ابنها السليم لسن الجواز طلب منها انه يرتبطوا، وفعلا جوزته وفرحت بيه. ولان مقاصد الله لا يعلمها الا الله، وعشان ربنا بعيده جدا جدا احكامه عن الفحص، اشاء ربنا ان الام تنصاب بمرض الكانسر. وما خدتش وقت طويل، وقت صغير، وسافرت السما لجوزي لتتنعم في احضان الشهداء والقديسين، ترك وراها الواد الغلبان امانه في ايد اخوه وفي ايد زوجته اللي ما كانتش بنت المسيح. كان قلبها قاسي قوي عليها، وكانت دايما تعايره انت هبل انت عبيط، اما تاكل ليه بالطريقه دي، ما تجري يلا تهوينا روح على اوضتك ما تقرفنيش. من الاخر كانتش طايقاه ولا عايزاه يقعد معاه ولا يعيش معاه، مع انه شارك اخوه في كل حاجه. الحاجه دي مش بتاعت اخوه بس، لكنه شارك معاه بالنص. كانت امنيتها الوحيده ان الواد ده يموت وترتاح منه، وادوبها توعى لعياله، ما طيقاش كمان توعى لدتي، مع انه كانت هتاخد بركته خالص لو كانت عالته. وفضلت يوم ورا يوم تدي في ودان جوزي لحد ما هو كمان ما بقاش طايقه في البيت. اصبح هو وهي اما يعملوه معامله وحشه خالص، وكل ما يقولوا له كلمه دول غلابه عاملين زي الاطفال ما يفضلوا طول عمرهم اطفال. يدخل على الاوضه بتاعت امه ويقعد يبكي بالدموع ويبص لصورتها ويبص لصوره رئيس الملائكه الجليل ميخائيل، وكانه ما يشتكي لهم حاله. غلبان لا حول ليه ولا قوه، لا يعرف يعبر ولا يقول، ومنتهى الطيابه اللي في الدنيا، لكن هيقول لمين ومين هيسمع؟ المفاجاه الغريبه ان الجاره المسلمه كانت حنينه عليها وصاينه العشره بتاعت امه الحلوه اللي عاشتها معاه، وكانت دايما تروح وتطمن عليها من يوم ما امه توفت. كانت تزوره وتطبطب عليها، وكان يفرح قوي قوي لما يشوفها، لكن كان دايما يبكي من عمايل اخوه ومراته معه.
اما الجارة المسلمة فكانت توصي اخوه ومرات اخوه وتقول لهم حرام عليكم، ديتي ملاك، ديتي امانة في رقبتك، وصتك امك عليه، اوعى تفرط فيه. لكن الكلام كان يدخل من الودن داي يطلع من الودن التاني، وكأنه تشال القلب اللحمي وتحط مكانه قلب حجر، لا يحس ولا يرحم. ولأن الست وحيدة لا ليها أولاد ولا ليها قرايب، كانت دايما تطمن عليه وحبته كأنه ولدها بالظبط. كل ما كانت تزور الولد كانت تلقاه يجري على صورة أمه وصورة الملاك الجليل ميخائيل، فجاتها فكرة غاية الغرابة. قررت إنها تعمل زي صاحبتها بالظبط وتاخد بالها من الملاك الجليل ميخائيل عشان هو بالتالي ياخد باله من الولد. فسالت لحد ما عرفت ازاي فطير الملاكة ما يتعمل، وبقت تعمله له كل شهر. ايوه حقيقة ما كانش التذكار الحقيقي للملاك الجليل ميخائيل، ولكنه اكيد كان فرحان ومبسوط ومعتبره عيد كمان. وزي ما صاحبتها كانت تعمل معاه، تعمل فطير الملاك وتطلع منه للولد الغلبان عشان ياكل يبقى سعيد وفرحان وهو شايف حنيتها عالية. يا بخت اللي يبقى قلبه مليان رحمة على كل الناس. والحقيقي الولد فعلا طيب وغلبان وحس بحبها وحنانها ليه كأنها والدته بالظبط، بس ظل برضه يبكي من أجل كل اللي ما يحصل معاه من قساوة قلب أخوه ومراته. لحد ما في يوم حصل أمر غريب، وهو ظهور رئيس الملائكة الجليل ميخائيل للسيدة الجارة المسلمة الحنينة قوي على والد الست المسيحية صاحبتها. أول ما شافته اتخضت خالص، بس طبعا هو طمنها وقال لها ما تخافيش. فبتقول له انت مين وايه الاجنحه اللي فيك دي؟ هو فيه راجل ليه جنحه زيك دي؟ ضحك رئيس الملائكه الجليل ميخائيل وقال لي انا رئيس جند الله، انا ميخائيل، انا رئيس الملائكه وداي الهيئه اللي ربنا خلقني عليه. وقال لي كتر الف خيرك على الفطير اللي كنت ما تعمله لي كل شهر، انا شاكر ليكي جدا. وقال لي عشان حنيه قلبك وطيبتك انا هعلن لك على حاجات امر بيها ربنا لكنها لسه ما حصلتش. مدلها علبه وقال لي تعرف العلبه دي فيها ايه؟ قالت له لا ما عارفش. قال لها العلبه دي فيها دموع ابن جارتك المسيحيه اللي توفت، الدموع دي بسبب اخوه ومراته. الحاجه التانيه اللي عايزه ابلغك بيها ان خلاص رب المجد امر بانهاء اتعاب هذا الولد على الارض، وانه خلاص هياخده عند مامته في السماء. ورب المجد بعتني عشان اقول لك تزعليش عليه، هو هيبقى في مكان حلو خالص خالص مع مامته ومع الملائكة والشهداء والقديسين ومع أمنا العذراء، وإنه خلاص حانت ساعة الولد وحانت ساعة إنهاء كل دموعه إلا ما يبكيها على الأرض من كتر الظلم. الولد فعلا سافر السمي. أما الجارة المسلمة اللي أصبحت بعد جدتي مسيحية واتعمدت ظل الله يعلنها بإعلانات سماوية لحد من الإيمان المسيحي دخل القلب وفعلا صارت مسيحية. صدق الإنجيل في كل كلمة قاله، ولا حرف من كلام الإنجيل يزول لما قال لي خراف ليست من هذه الحظيرة لابد أن أجمعها وتكون رعية واحدة لراع واحد. أحكام ربنا بعيدة عن الفاحص، بس خلي بالك اوعى في يوم تكون سبب إن ربنا يحوش دموع حد نزلت بسببك. ربنا يرحمنا جميعا، يغفر لنا كل خطايانا، يبارك حياتكم جميعا، يستجيب لكل طلباتكم امين اللي هتكتبوها على المنتدى وتحت الفيديو. ما تنسوش احبائي كل الفيديوهات اللي هتسمعوها من اللايك والشير عشان تاخدوا بركة كل الناس اللي هتسمع بسببكم. ما تنسوش كمان لو تسمعوني لأول مرة تشتركوا على قناة البابا كرولوس وتماف إيريني وتفعلوا الجرس على الكل ليصلكم المزيد من الفيديوهات الروحية والاجتماعية وفيديوهات الأخبار. ونصلي جميعا بروح واحدة وبقلب واحد ربنا يفرح قلوب الجميع بمعجزات ملهاش حاصر في الأيام المباركة المقدسة ده. وما تقلقوش يا أحبائي لو ما ردتش عليكم في التعليقات، طلباتكم ما تتخذ في وقتي. ومن جوا قلبي، من جوا أعمق قلبي يا رب يفرح قلوبكم، يعمر بيوتكم، يحافظ على أولادكم، يوسع أرزاقكم، يديم يا رب محبتنا أمين، يبعد عنا وعنكم الشرير والأشرار يا رب أمين. ودايما يا رب بيوتكم عمرنا بحسكم وحس عيالكم أمين يا رب.